يومنا النهارده من اجمل مدينه مغربيه شفشاون. وصلنا المدينة، ركبنا العربية بتاعتنا. بصوا بقى الأجواء والشوارع كلها زي ما انتم شايفين كده. النهارده الجمعه، ومن الجمعه بياكلوا ايه بقى يا معلم؟ ناكلوا كسكس. بياكلوا هذا كسكس. طبيعي، ده تقليدي عندنا في المغرب، وجمعه ضروري كسكس. شنو اسمع كنشجعوا الاهلي الزمالك شويه صراحه، الاهلي هو نمبر 1. شويه شي حاجه اخرى ما كاين لا اسماعيلي، ما كاين لا ام بي، ما كاين والو، كاين الاهلي فقط. كلام كبير. قص اجابه على اسف. ده كلام كبير، هذا القصد. معلش سامحوني يا جماعه، انا بحبكم كلكم، اصل انا اهلاوي، انا بحبكم كلكم. طبعا وصل الكسكس وهندوق ونجرب ونشوف الأجواء. كسكس يوم الجمعة عامل ايه؟ زي ما انتم شايفين الكسكس تحت اهو هنا، وفوقيه بقى بطاطس وخضار والفراخ فوق، ويا سلام بقى شوية الزبيب والصوص الجامد. ندوق ونجرب بسم الله. تتبيله حلوه، الاكل حلو، طعمه رهيب. انا اكلت كسكس قبل كده في حتت تانية كتير ما عدا المغرب. اول مره اكل كسكس في المغرب، كانك اول مره حرفيا تاكل كسكس. والله العظيم الصوص والتتبيله والميه اللي نازله على الكسكس نفسه طعمها حكايه. الطاجن في المغرب نمبر 1. اللحمه حلوه جدا، الخضار جامد جدا، اللحمه بتدوب في البق حرفيا. التوابل في المغرب في حته تانية، يعني مفيش طاجن كلته وجلى منهم البهارات. الاجواء رهيبه، المنظر رهيب، الطريق رهيب، كل حاجه حلوه وبالملي. ايه الجمال ده بجد والله العظيم. وقفنا على بحيره كده افرجكم عليها، جبال من الناحيه التانية من كل مكان بجد والله العظيم. يعني مهما حكيت ومهما وصفت انا مش متخيل دي المغرب، يعني هي فوق توقعات بشويه حلوين. وصلنا شلال صغير كده فوق، طلعناه الاول اللي هو اللي ورايا ده، جاي من فوق من هناك. دي اول حاجه في المدينه شفناها هي الشلال. المدينه هاديه فوق الجبل، يعني البيت ده جاي من تحتيه ميه. بصوا الكلام، قعدات رايقه. بصوا جمال المدينه عامل ازاي. ايه الجمال ده. دخلنا المدينه القديمه، اجواء رهيبه، الالوان رهيبه، الارض حلوه، الجو حلو، الناس جميله. هو في ايه يا جماعه؟ تفاصيل في الشباك، في الباب، في الكيرفات، بصوا التفاصيل، البساطه والتفاصيل في نفس الوقت. حاجه بسيطه جدا بس شكلها حلو وجميل، والوانها غايه في الجمال والروعه. الخشب مع الطوب مع الحجر مع الدهان مع الحيطان مع العواميد البسيطه، بساطه بس جميله قوي. الشوارع ضيقه بس نظيفه ومنظمه. مفيش حاجه توصف المكان بصراحه. كفايه ان هو اصلا على جبل. بصوا الفيو من فوق عامل ازاي، ومن تحت من الناحيه التانيه جبل برضو تاني. شفشاون رهيبه. لسه مكملين جولتنا في المدينه. عندهم حاجات جلد وسعرها حلو جدا. لسه شايفين طاقيه والشنط دي $20، $10، 15، $30. احنا طالعين حته اسمها اكشور، بيقولوا غايه في الجمال والروعه. الطريق بقى من شفشاون لاكشور رهيب حلو. صعب شويه، الطريق ضيق شويه، لكن غايه في الجمال والروعه. الفيو حكايه، الجبل حكايه. طالعين بقى فوق الجبل ونازلين، قصه كده كبيره. الشلال لسه قايلين دلوقتي، لسه طالع الشلال تقريبا 40 دقيقه. ده الشلال الصغير، الشلال الكبير فاضل له 3 ساعات. فاللي عايز يجي هنا يجي بدري قوي عشان يلحق يخش ويطلع الجبل. هايك متوسط مش صعب قوي،
لكن بياخد من 40 دقيقه ل3 ساعات. فاحنا هنرجع نشرب كوبايه قهوه في اكشور هنا، وبعد كده نرجع تاني على طنجة. يلا بينا. دي الشلالات اللي هتلاقيها في الطريق. كل ده شفناه، ده اللي شفناه بره. الشلالات حلوه قوي، تستحق الزياره بصراحه، تستحق الزياره. معلش سامحونا ان احنا ما وريناكوش الشلالات، بس نجيلها تاني مره مخصوص باذن الله. بصوا يا جماعه، في اكشور في جزاره، وزي ما انتم شايفين لحمه طازه مذبوحه هتتعمل على طول في الطاجن. الناس اللي هي مزاج في الشوي واللحمه الحلوه، اكشور مكانها، اكشور مكانها. بصوا لحمه ايه. وصلنا طنجة الحمد لله بالسلامه، ويا ريت نتعلم من اخطائنا، عشان كده بنشير معاكم وبنوريكم كل التجارب بتاعتنا. رحنا متاخر شويه، ما لحقناش نروح الشلالات، فاللي عايز يروح بدري شويه. يا رب يكون الفيديو كان خفيف لطيف سريع، في شويه معلومات كتير حلوه ومهمه عن شفشاون المدينه الجميله.